لو ناويه ترضعي طبيعي فاعملي سيف للفيديو ده علشان هرشح لك شويه منتجات هتخليكي تحافظي على الرضاعه الطبيعيه. اول حاجه ساتر الرضاعه هيوفر لك ان انت تقدري ترضعي طفلك في اي مكان. تاني حاجه هي مخده الرضاعه، في امهات اختلفت عليها لكن الاكيد ان هي مفيده ليكي لانها بتشيل وزن البيبي ومش بتحمل على ظهرك، وكمان لو ده اول طفل ليكي فبتسهل عليكي ازاي تشيليه اثناء الرضاعه. تالت حاجه هو البريست بامب سواء كان يدوي او كهرباء، وده على حسب حاجتين الميزانيه واحتياجك ليه. طالما جبنا سيره شفاط الثدي فاحنا عايزين علب او اكياس لحفظ اللبن المتشفط، واللبن اللي انت شفطتيه حفظتيه في اكياس او في علب محتاجه تديه للطفل في ببرونه، بس اهم حاجه الببرونه تكون ناتشورال وبتحاكي الرضاعه الطبيعيه علشان طفلك ما يستسهلش الببرونه ويبعد خالص عن الرضاعه الطبيعيه. ولو جالك التهابات او تشوهات زي معظم الامهات في اول اسبوع ما تنسيش تشتري واقي الحلمه عشان تعرفي ترضعي بكل سهوله. وطالما قلنا واقي حلمه يعني عايزين كريم لالتهابات وتشوهات الحلمه، وكمان فوط القشر ما تنسيهاش علشان ما تبهدليش هدومك وانت بتكرعي البيبي. وبعد كل ده ما تنسيش حاجه مهمه جدا وهي البريست باد، ودي بتتحط على الثدي علشان يمتص اللبن الزياده علشان ما يسببلكيش حاجتين. اول حاجه ان هو ممكن يسبب لك احراج علشان في نقط بتبان في الهدوم، وتاني حاجه ان هو ممكن يسبب لك التهابات على الثدي. ونصيحه ليكي كل اللي قلته لك مش لازم تجيبيه من الالف للياء، ظروفنا كلها مختلفه وكل ام وليها احتياجاتها، بس انت اختاري الحاجه اللي هتناسبك وتسهل عليكي الرضاعه على حسب امكانياتك وعلى حسب احتياجك. وبس كده، عايزكم تكتبوا لي في الكومنتات لو انتوا استفدتوا من الفيديو، ولو في ام استخدمت منتج من المنتجات اللي قلت عليها يا ريت تكتبها في الكومنتات علشان كل الامهات تستفيد من تجربتها.